هي ايه حفلة الاهرامات اللي كسرت الدنيا دي وايه قصتها؟ طب ولما كسرت الدنيا بالاضاءات والليزر بتوعها، هل اثروا على الاثر والهرم؟ ده مش بس الاضاءات والليزر، صوت المزيكا كان بيهز الارض. عدد كبير جدا من البشر مش عارفين مين المسؤول عن التنظيم. كل الاسئله دي هنجاوبها بخصوص حفله انيما اللي اتعملت عند الاهرامات. فرقه انيما كانت عايزه تعمل عرض موسيقى بصري، وكانوا عايزين يعملوا حاجه جديده كده بان هم يدمجوا الماضي بالمستقبل، ودي فكره فنيه بعنوان الكوانتم جينيسيس، ايقاعات مزيكا وتقنيات ضوء حديثه ومنظر تاريخي. المهم حضر الحفله دي اكتر من 11000 سايح اجنبي، وكان معاهم 4000 مصري، وال 11000 سايح اجنبي دول خلال زيارتهم لمصر حوالي اكتر من 20 مليون دولار، فنادق ومطاعم وخدمات خاصه بالحفله، وكمان في 3000 عامل مصري اشتغلوا على الحفله لمده 10 ايام علشان تظهر بالشكل اللي انتم شايفينه ده. منظم الحفله كان اسمه ربيع مقبل، وتعاون مع وزاره الداخليه المصريه ووزاره السياحه والاثار في ان هم يامنوا الحفله وينظموا الدخول والخروج ليها. دي كانت اول مره في العالم ان يتم استخدام شاشات اكبر من 2000 متر مربع في مكان اثري مفتوح، والتنظيم كان ممتاز جدا، والحمايه والامان كانوا على اعلى مستوى. طب ما كل الكلام ده جميل، نيجي بقى لاضرار ومساوئ الحاجات اللي حصلت بعد الحفله. المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه قدم دعوه قضائيه قصاد القضاء الاداري ضد وزير السياحه والاثار، وضد محافظ الجيزه، وضد الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. الدعوه دي كان مفادها ان الحفلات الليليه اللي بتتعمل جوه حرم المناطق الاثريه المفتوحه ده لازم يقف، وان ده ما ينفعش، وان ده ضد قانون حمايه الاثار وضد اتفاقيات اليونسكو لحمايه التراث العالمي. والدعوه برضو ضمنت ان الحفلات دي بيستخدم فيها ليزر تردده عالي جدا، وده لما مثلا بيتوجه لاثار او بيتوجه لحجر ده بيشوه الحجر وبيشوه الاثار، وده عكس المعايير لاي حفله المفروض تقام في مناطق اثريه. ومش بس الاثار اللي اشتكت، لا ده سكان الجيزه كمان اشتكوا. سكان الهرم وفيصل كان صوت الحفله وصل لهم لمناطق بعيده جدا، ده حتى من قوه الصوت كانت المباني بتترج. فمفاد وملخص الموضوع ده ان هو على الجانب الاقتصادي تمام وحلوه وزي الفل، لكن على الجانب الاثري لا، الموضوع ده مضر جدا فعلا للاثار واي مكان اثري قديم في العالم. الاصوات الصاخبه والليزر اللي تردده عالي جدا والاضواء العشوائيه كل ده يقدروا يشوهوه، وان هم يقللوا من عمره الافتراضي كمان. فمش علشان نكسب حاجات نيجي على حساب حاجات اسمن واكبر بكتير. وبس دي كانت خلاصه القصه، وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.